يا رجاله عاملين ايه؟ كله لسه النهارده الفيديو مختلف عشان يبقى على علبه الايه اللي بيلبسوا اوفر سايز وبيطولوا شعرهم. ماشي بص يا رجاله، انا اتصدمت صدمه عمري في الجاكيت اللي انا جبته دوت، لان انا اكتشفت ان هو ريحته من السجاير ال ام احمر. المهم يا رجاله نخش في الفيديو. يا ريت تعملوا لايك عشان الاسترايك لسه. بهزر اكيد مش هتكلم في الحوار ده تاني، اكيد مش هقعد اقول لك اعمل لايك والاسترايك لسه مأثر على الشانل والكلام. خلاص انت عرفت من نفسك كده تعمل، مش محتاج اتكلم في الموضوع ده تاني صح؟ يتخنى عليا بلاش ما نعيش ولا تانية في غيابه. انا في سلسله فيديوهات عندي على الشانل، انا متاكد انها هتتكنسل بسببها، وده لو مش دلوقتي هيبقى قدام، بس هيجي يوم من الايام هيطلع لي فيديو من دول هيدمر لي حياتي. المهم ان انا في فيديو منهم كنت قلت ان انا هتكلم عن رمضان التوب، فيديو لوحده كده مش هكروته وهديله حقه، فهو الفيديو ده. واظن دلوقتي ان انا مقصر شعري ولابس جاكيت جلد على قدي بالظبط، فمش عايز بقى الكومنت المره دي بتاع ده منظر واحد يتكلم في الدين. اظن بقى خلاص ده منظر، انا مش هتكلم في الدين اصلا. المهم ان الشيخ رمضان الطوخي او العلامه رمضان الطوخي، شيخ المناطق النائيه، سيد التعليم تحت المتوسط، اللي اي حد بيتكلم عنه بيبقى زنديق بدون نقاش، ما ينفعش تشكك في زندقته. رمضان الطوخي قرر ان هو يشيل على كتفه حمل الدفاع عن الدين ضد حاجه محدش واخد باله منها اصلا، محدش اصلا يعرف ان هي حاجه ضد الدين، وهي الترندات. الشيخ رمضان الطوخي بيحارب الترندات. يعني احنا عندنا مشكله في الالحاد مثلا، عندنا مشكله في المناهج الدراسيه، عندنا مشكله في الافلام والمسلسلات، عندنا مشكله ان الكمايت عايزين يسموا مدرسه عمر بن الخطاب جلجامش. لا احنا عندنا في مشكله في الترندات. والآن مع المفاجأة الكبرى. هنا هو بيستخدم الترند بتاع والآن مع المفاجأة الكبرى، وداخل على واحد صعيدي. فاكر ان الصعايدة بيهزروا، فاكر الصعايدة بيفهموا الهزار. الصعيدة ضم لا الصعايدة طبعا بص رد فعل الصعيدي باختصار كوبري يا ابو عمو. كوبرا دي احنا بناكلها عندنا طبعا، ده مفيش صعيدي في الحياه بيقول ابو عمو. الصعايده بيقولوها لما بيتصوروا بس. عم انت عايز ايه؟ انت ما بتسمعش نت يعني؟ لا ولا ايه انت ايه يعني ما بتسمعش نت يعني ما عندكش ويجز؟ بيعمل لك كده. احنا ولادنا بتوع قرآن بس. بتوع قرآن. انا طبعا مش هتكلم في الموضوع ده تاني. كان في الفيديو اللي فات قلت ان هو بالصدفه كل الناس اللي بيقابلها في الشارع بيطلعوا يقروا قرآن وصوتهم نفس صوت الشيخ عبد الباسط. اكتر حاجه صعبه عنده هي بصته، لما الولد بيبدا يقرا قرآن فتلاقي بيبص كده. وفي الفيديو بقى اللي هو اتشهر بيه بتاع يا فريده، بس انا ما كنتش متخيل انك هتسيبيني يا فريدة، بس ده مش شباب الإسلام، مش يا فريده وكل حاجه. رمضان الطوخي عنده حاجه ان هو بيستخدم الجمله، يعني في ترند دلوقتي في حاجه بتتقال الناس كلها بتقولها، فالفيديو بيفايرل لما بتحطها في الفيديو بتاعه، فهو بيقولها وبيطلعها في الفيديو عادي جدا. بعد كده في الاخر يقول لك انها حرام. هو بالنسبه له عمل حاجه عبقريه جدا ان هو استخدم الترند وجاب فيوز، وفي نفس الوقت هو قال لك في الاخر ان هو حرام. يعني الفيديو مثلا بتاع فريده دوت مطلع ان ده غلط، يعني ده حاجه حرام، يعني ده مش اخلاقنا، عارف يعني ايه بصراحه. بس هو تقريبا اكتر واحد شارك في الترند ده، اكتر واحد استخدم الجمله دي. بس انا ما كنتش متخيل انك هتسيبيني يا فريدة. يعني بص ده فيديو تاني مع نفس البنتين بيقول نفس الجمله، بعد كده هيديك نصيحه تانية. بس انا ما كنتش متخيل انك هتسيب. ده نفس الفيديو هو منزله برده بس بايديت مختلف، هيركب الترند يعني هيحلب الترند يعني هيحلب. بس انا ما كنتش متخيل انك هتسيبيني يا فريدة. تاني ده فيديو، ده المره العاشره. يا فريدة، بس ده مش شباب الإسلام. لما اكون رايح اعمل حاجه غلط وضميري يشتغل، ذات المهم انت لما تبقى رايح تعمل حاجه غلط بس ضميرك يشتغل اعمل كده. بص يا فريدة، بس ده مش شباب بيقول لك يا فريده بس ده مش، وكل فيديو من دول بقى بيبقى كاتب عليه حاجه. فريده مين يا عم؟ احنا قلوبنا اتعمت لما اكون رايح اعمل حاجه غلط وضميري يشتغل. ده مين ده؟ يا فريدة، ده برضو نفس الفيديو هو منزله ساعة 20 وحاطط بقى فيه صوره البنت اللي هي صاحبه الترند يعني. بس ده مش شباب الإسلام، مش ده يا ابني ما تبصليش كده، حاطط صوره البنت وعمال يشاور عليها اهي. ده يا جماعه اللي ضاع شباب الاسلام يا جدعان، مريم الحركه. بس انا معجزه الاختان الكفيفتان، يعني دول ولا ترند يا فريده؟ دول ولا ترند يا فريده؟ رونالدو بيحصد ملايين اللايكات، هو بيحلب بقى الترند 100 مره، بس هو بيعمله بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، اللي هي بتاعت ايه، ان هو يعمله في الاول عادي ويجيب فيوز ويتبسط، بعد كده بقى يروح قايل لك حرام. عارف كانك لو عايز تقول واحد ان الخمره حرام مثلا، تروح رايح جايب خمره شاربها وتقول له بص لو عملت كده حرام. او لو انت عايز تعرف مثلا واحد ان هو حرام يزني. بس بصراحه النقطه الوحيده اللي انا متفق معاه فيها هو الترند بتاع فريده ده. الترند ده اكيد حرام من كتر ما هو وانا مقتنع 100% ان بجد دوت اي حد شارك فيه لازم يتوب. من غيرك بتوه توهان.
انا من غير. هنا هو جايب نفس البنتين تاني، نفس البنتين بس يعني وهو بقى بيروح يغني لهم يعمل حاجه حرام، وبعد كده هم بقى يقولوا له هو حرام وكده. غيرك ماليش عنوان. احنا من غير ربنا ما نسواش اي حاجه، احنا من غير. بص يا جماعه صلى على النبي، لو في واحد ملحد دلوقتي عايز يدخل الاسلام خلاص، وعايز اخر علامه من ربنا عشان يخش الاسلام، وجاله الفيديو ده هيلحد اكتر. المهم ان هو بيجيب بقى البنتين دول يعمل معاهم 20 موقف، وكل مره نفس ردة الفعل. الغريب فين بقى؟ ان انت لو دخلت في الكومنتات هتلاقي الناس متاثره. ما فتح قلبك معايا. بص البنت مرعوبه، البنت اترعبت. ما فتح قلبك معايا. اصل اكيد حاجه تخيل انت ماشي في الشارع عادي مع اتنين اخواتك التوأم وانتوا 3 لابسين زي بعض، وفجاه راح واحد داخل قالك ما فتح قلبك ما فتح قلبك معايا. كمل الترند المعجزه خدت بالك من الساوند افكت ده؟ معايا. كمل الترند المعجزه تكسب معانا 3 ايفونات من شركه سامسونج برو ماكس. 3 ايفونات من شركه سامسونج برو ماكس، ده يعني في زرايبي. كمل الترند المعجزه تكسب معانا 3 ايفونات من شركه سامسونج برو ماكس. احنا مش بتوع الكلام ده، احنا مديرنا ما علمناش. احنا مش بتوع اللي انت في حاجات لا اله الا الله. لا بسم الله ما شاء الله ما فيش بنت يعني انتوا ما تعرفوش. فيش بنت تعرفش تقدر تتجوز واحده تعرف الترند ده. دي مش تربيتنا، وارد عليك بحاجه. يا ابني ما تبصش البصه دي يا ابني، الله يكرمك ما تبصش البصه دي. ما فاتح قلبك معايا. بص مش هيحله في جمله في اغنيه في حته مشهوره على التيك توك، هو يفضل يعملها في كل الفيديوهات لحد ما الفيديو عنده يفايرل، بس في الاخر هيقول لك انها حرام. ايه رايك بقى الترند الذي غرق كوكب الارض والمريخ؟ ايه رايك بقى يا معلم في الزندقه؟ غرق كوكب الارض والمريخ. مفاتيح القلب معايا انا بقى. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم؟ القلب بايدين ربنا. مفاتيح مين؟ القلب بايدين ربنا. مفاتيح القلب بتاعك ده بايد ربنا. ايه ده يعني ازاي يعني ايه لا ده ربنا بجد تنورم يا ده كله طالع مفاتيح قلبك معايا. ايه بقى الحوار؟ انت كده بتكدبهم كلهم. هم كدابين. انت كده بتهدم صنم مفاتيح قلبك، انت كده بتكدب الجميع بقى، انت كده مش همك، انت كده تقرا قران بقى. والله انت شايف كده؟ ايوه انا شايف. وانا شايف كده يا عم يعني. ايه ده؟ طب انا ما شفتش حاجه. غزاله رايقه هو ده. انت هو دول يا جدعان. الغزاله رايقه اهو صح كده؟ ايوه صح بس ايه بس شويه. ابعد اهو فعلا مغرور اهو فعلا. يعني ايه بس حلو والله، الف حلو اول افيه ما يبقاش ريحته جلد. ابعد اهو فعلا مغرور اهو فعلا. طب ثانيه واحده عايزك قرب مني. انا اسف انا بستك انا اسف. الراجل انت الغزاله رايقه صح؟ انت الغزاله. الله سيدنا محمد. طب ممكن تسمعها لي؟ لا سمعها لي بالله عليك عشان خاطري ماشي؟ حته بس انا عارف يلا اهو. بسم الله. يعني هل دي الغزاله رايقه؟ ده منطقي يا جدعان يعني والله، وده مش حرام اصلا. بسم الله. انا كنت عايز الغزاله رايقه. بص هو حد خد باله عامه ان اول ما القران بدا هو راح عامل ساوند افكت كده؟ تعرف ان هو في بدايه اي حد بيقرا يروح حاطط الساوند افكت ده؟ يعني الساوند افكت دي هو بيقعد يحطها في القران. استنى اوريك والله العظيم انا متردد، مش عارف هل حرام ان انا احط حاجه زي كده في الفيديو بتاعي. انا مش انا لو عرضتها هو اللي هيشيل الذنب صح مش انا. انا عارف انك محرج والله العظيم، انا عارف انك محرج وانا محرج زيك، بس اهو دي عيشتي ودي حياتي والله العظيم. يعني الواد يا عيني شغال، بص الواد شغال يعني. ده واحد بتاع فول وطعميه، في واحد هيموت من الجوع عايز يفطر ويروح الشغل، ودوت رايح يودي له الاكل، راح ده واحد موقفه مسكه كده وراح قرا له القران، فالواد ده بقى مضطر ان هو يقف يسمع. بيفكرني بالفيديو بتاع الواد ايه يا عم بقرا قران يا عم. يا عم مسلم بس عاوز ايه؟ فانا عايز دلوقتي الشيخ او حد متخصص يقول لي هل طبيعي ان الواحد يحط ساوند افكت وهو بيقرا قران؟ هل ده عادي؟ عامه مش ده بس اللي بيحصل مع هو بيعمل اي حاجه بيحصل معاه مواقف غريبه جدا يعني. فجاه كده تلاقي حد طلع له من تحت الارض عمل معاه اغرب موقف في العالم. لحظه خطف رمضان الطوخي، واحد خطف رمضان الطوخي اتخطف كده بعد اذنك. في لا تعالى معايا. وقف ليه التصوير؟ صحيح هو يوقف للتصوير يعني السلام عليكم يا جماعه. انا اتخضيت، انا والله العظيم انا اتخضيت. ايه بقى؟ استاذ احمد انا اتخضيت يا استاذ احمد والله العظيم فوق ما تتخيل.
يعني بس ما كنتش اعرف ان انت عندك موهبه. بص الصدفه الشنيعه، الشيخ ابو محمد طلع بعد ما كانوا يخطفوا طلع عنده موهبه. لما واحد يجي يخطفك بس يطلع عنده موهبه، ده اللي بيحصل بالظبط، بيحصل معاه دايما على فكره. لما حد يجي يخطفني يطلع عنده موهبه. يعني ما كناش فوجئت بيك. خلاص. شو انا فوجئت. دلوقتي بقى انت والدك استاذ ابو احمد عمل فيا مقلب حياتي. انا حرفيا يعني مش عايز اقول لك ايه اللي حصل فيا. فايه بقى عايزين نسمع الصوت. السلام عليكم. هو ليه استخدم كل حاجه؟ رمى كل اوراقه ليه؟ ده حتى مزيكا رعب ومزيكا كوميديه وساوند افكتس. ايه المونتاج الشاطر ده؟ انا ما بستجيش من حد. لا انا ما بستجيش من حد. اعمل لي بسكوت. لا يا باشا هتقول. اعمل لك ايه معلش؟ ما بستجيش من حد. اعمل لي بسكوت. لا يا باشا. يعمل لي بسكوت دي يعمل لي بسكوت ده حق يعني صح. مش يعمل لي بسكوت دي اللي هو بتيجي اعمل لك بسكوت وبتاع. مش قادر استنى لما اتخانق مع حد. انا لازم اتخانق مع حد بسرعه عشان اقول له اعمل لي بسكوت. اعمل لي بسكوت يا باشا. قمت اهو يا عم. عايز بسكوت. عايز بسكوت. عايز بسكوت. عايز بسكوت. عايز بسكوت. بسكوت شيبسي. تعرف تعمل بسكوت شيبسي؟ لا ما اعرفش. هو ليه بقى بيتعمل لي بسكوت شيبسي؟ على فكره والله العظيم هي بان رخمه بس اللي هيفكر فيها ده بتضحك والله. ماشي. عنده شوكولاته؟ عنده شوكولاته. شيبسي. انا اصبحت من المعجبين بصراحه. انا اصبحت من المعجبين. مش غلط ولا حاجه. خلي بالك. مش غلط. الواد اصلا بيضحك. انت ممثل فاشل يالا. انت لا يمكن تنجح في حياتك. يا العيال كلها بتتاقلم ليه فجاه؟ العيال كلها بتتاقلم في ثانيه. انت كل يوم هتعملي فيها كده يا بنتي. كل يوم هتيجي فجاه تقولي لي انشوده. في حاجه اسوأ من كده بكتير بقى، وهي البنات اللي بيجيبهم يقولوا شعر. تلاقيها فجاه هو بيسالها عن حاجه بيقول لها مثلا النهارده الساعه كام، فجاه تروح قايله له شعر عن الام مثلا. تكلمي والدتك وتقولي لها ان انا مش جاي البيت النهارده. بص انا عايزه اقول لك حاجه. اللي ما قالتهوش امي ليا واللي عاشت عمرها تخبيه عليا. امي مش محتاجه حاجه. ابويا جنبي ومش معايا. ابويا جنبي. كل الشعر كتبوا ان الاب هو الظهر هو السند. ملقتش غير الكسره واحساسي دايما بيه. بص ردة الفعل اللي باختصار. ليه اكبر انا واخواتي في حضنك. بص عايزك تديني الواحده اللي هي كده دي. وانت جبت كل الاسئله. ايوه هي فاشله يا جماعه. انا عندي سؤال بجد والله. هو الشعر طبعا حاجه موهبه يعني جميله وكل حاجه، بس في حد غيري بيحرج لما بيلاقي حد بيقول شعر. انا ببقى مكسوف اول لما بلاقي حد بيقول شعر، معرفش ليه. انا عايزك بقى تقولي حاجه. لما اراد الله ان الحبيب الله على بساط النور ارسل اليه. حد واخد بقى زي عيب بتدمع. يا لهوي انا اول مره اوصل للحاله دي. انا اول مره في حياتي احس الاحساس ده والله. انا وصلت لمراحل كتير قبل كده بس المره دي لا صعبه. بالزفه والاناديل. انت دي هتبقى كبيره ومتجوزه ومخلفه وعيالها في سنها تبقى مش عارفه تموف من الفيديو ده هيطاردها طول حياتها. وانا ممكن افرجكم على الحته دي تاني. معلش مره كمان. لما اراد الله ان الحبيب الله. عيني بتدمع والله العظيم. عيني بتدمع. بعدين خلي بالكم الشيخ رمضان مش منعزل، يعمل اعمال فنيه يعني فنان برضه زينا زيكم. في واد بيظهر لي بيعمل الحركه دي بالزعل مستفزه قوي. ما اعرفش مين ده، ما اظنش حد يعرفه يعني. هو ده. بص شيخ رمضان انا قفشت له هتايه من فتره. هت بص قلب السين. استنى اجيبها لك بقى. هجيبها احنا مع بعض للصبح النهارده. حاسس بموتي قرب قبلي التوبه لو انا مش عارف بس انا ممكن اعرض الاغنيه كلها ولا لا عشان مش ضامن بصراحه. ممكن الكوبي سترايك يبقى وصل مركز مطوبس. بس هو هنا في الاغنيه هتلاحظ حاجه ان هو سارق اللحن من مهرجان. مش فاكر المهرجان بس هتلاقيه معروف يعني مشهور. فمش عارف ايه كوليكشن الذنوب ده. يعني هو سارق اللحن بتاع مهرجان وعامل بيه اغنيه اسلاميه. يعني مش عارف هو ايه ما تيجي. حاسس بموتي قرب قبلي التوبه. بس بص هنا بتلاحظ ان هو بيضيف لمسه فنيه للاغنيه وبيمثل الكلام اللي هو بيقوله عشان لو مش فاهم. حاسس بموته. بص حاسس بموتي قرب قبل. معلش انا هغنيها انا بقى. شوش طريقي ده طريق مليان بالايه. معلش طريق مليان بالهلاك.
يا ريتني ما سمعتها. المهم في اخر الفيديو عايز اخد لكم شويه كومنتات من الفيديو اللي فات نقراها مع بعض. اعملوا فولو على الانستجرام بقى بمناسبه ان احنا بنقرا كومنتات على اليوتيوب. ممكن حتى لو في اخطاء بلاش الكلام على الناس اللي بتحاول تقدم محتوى هادف. محتوى هادف، عارف انت المحتوى الهادف اللي هو مثلا بيجيب لك واحد مثلا تاجر وبيسرق وبيزن، كل اللي اهل منطقته بيحبوه، حياته جميله جدا ومعاه فلوس، بس في اخر الفيلم بيموت. يعني هذا المحتوى الهادف بالنسبه للناس عامه. يعني في ناس تافهه كتير وفي ناس بتحارب الدين حرفيا، دول اللي حاولوا تبعدوا عنهم الناس. لا في الناس اللي ضد الدين معروفين. في واحد طالع بيهاجم الدين فانت عارف دوت دماغه ايه، لكن دوت واحد المفروض معاك، ده في فريقك، ده بيدخل جوان في نفسه. فانا بصراحه شايف ان الشخص اللي محسوب علينا وبيعمل حاجه تضرنا ده يعني اصعب بكتير. وانا رمضان التوخي كنت ماشي لقيته بيصور وبيقول لي صوتك حلو، قلت له ايوه. المهم قال لي اعمل نفسك داخل عليا وانا بصور وقول لي انا عايز اصور معاك. المهم فهو بيصور قال لي يا عم انت معدي لقيتنا، يعني احنا مش متفقين معاك. قلت له ده كذب واعترضت عليه. وعايز الراجل يحور ويقول ان ايه ده انت جيت بالصدفه، يعني لما بيعمل كل مره بقاله 100,000 فيديو. المهم ان انا قلت له ما ترفعش الفيديو بتاعي على قناتك، ولان برضو الشيخ بتاعي افتاني قال لي طالما قناته فيها اغاني وبيتصور مع بنات وده حرام، قال لي ما تظهرش في قناه فيها يعني هو دلوقتي خد للراجل ده فيديو، فالراجل ما رضيش يطلع في فيديو ان هو كذب، يعني ان هو بيحور على الناس. منطقي يعني، هو الراجل مش عايز يطلع في حاجه هو مستحرم ان هو يبقى فيها. زي ما انا كنت خايف كده اطلع وهو بيحط ساوند افكت في القران، حاسس ان انا بشاركه الذنب ده. المهم بنسمع اصوات حلوه وقران حتى لو المواقف تمثيل. ايه اللي مزعلك؟ مش احسن من الاغاني ولا انت غيران؟ بصراحه انا غيران. عايز اقول لا، يعني ان انت تستخدم قران بطريقه غلط او اسوأ بكتير من ان انت تكون بتعمل اغاني مثلا. الاول والاخر بيقدم محتوى مفيد للاذن والسمع، وبعدين بيموت النظر. يعني البصه بتاعته هو عامل كده دي مؤذيه. اطلب لك الاسعاف يا ابني. انا هتجلط من مناظر الاشكال دي، اعوذ بالله من دي ناس. الهلال ده انا بكرهه اكتر منك بمليون مره. يا ساتر يا رب، بيكره الهلال اكتر مني شخصيا. دي حاجه على فكره، ده انا لو كان الهلال هزعل قوي والله. بالمناسبه انا الهلالي كان بيعمل حاجات شبه ده كده، وبرده الناس شتمتني عليه، قال ان انا بعمل بتريق على واحد بتاع ربنا وواحد بيروح يفطر عند ناس في رمضان وقران وكده. حد شاف محتوى الهلالي الفتره دي؟ انا مش عايز اعرض حاجه زي كده عندي والله العظيم بجد. انا استحرم جيب دلوقتي الهلالي بيعمل ايه يا جماعه. انا مسيحي بس الصراحه ده مش منظر واحد يتكلم في الدين. حلقت شعري ولبست لبس عادي، مش ده عادي ولا ده لبس امانه شرطه ولا ايه؟ اول شيء احترم نفسك لا تبلع بلوك. انا اسف يا اسطى، انا اسف ممكن ما تدينيش بلوك لو سمحت؟ ممكن لو سمحت لو سمحت. المهم يا رجاله ان كده الفيديو خلص. اتمنى اكون وجهه نظري وضحت، واتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد او مش مفيد، مش فارقه معايا بصراحه. المهم اعملوا لايك وكومنت سبسكرايب، واعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. اعملوا شير للفيديو ده، واعملوا لايك واعملوا كومنت واعملوا سبسكرايب واعملوا شير للفيديو ده. بس كده يا رجاله، سلام. ايه ده؟ الحق يا مصطفى، بقول لك رمضان التوخي مات. يا عم انت بتهزر؟ انا لسه شايف له فيديو امبارح والله.